السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسعادة وبسلامة كده دايما يا رب. النهاردة هنعمل الكبدة الاسكندراني بطريقة سهلة وبسيطة زي كبدة المحلات واروح كمان، وهتطلع معاكم النتيجة تحفة تحفة تحفة. وهنعمل كام تركاية تعلي القيمة الغذائية بتاعتها، وفي نفس الوقت تخلي جسمنا يمتص الحديد. لو حد عنده هيموجلوبين قليل او انيميا الطريقة دي هتعجبه جدا جدا جدا. يلا نسمي الله ونصلي على النبي كتير ونشوف طريقتنا الجميلة مع بعض. عندي هنا طاسة على النار، صينية اي حاجة هتعملي فيها، عايزة فيها كمية زيت محترمة كده على قد الكبدة اللي انت هتعمليها، على حسب كمية الكبدة يعني. عندي هنا طبعا دي ليا ضاني، لو انتم مش حابين الاضافة دي وحابين تضيفوا دهنة بس كده الدهن تمام، مش حابين براحتكم خالص، بس الريحة دي بتشدنا وتجيبنا من اخر الدنيا، ونفضل ندور على عربية الكبدة او محل الكبدة اللي الريحة طالعة منه. اعملوا بطريقتي كده وخلوا الزيت سخن. الكبده انا عايزاها تتحمر، الكبده بتتحمر في الزيت عشان خاطر ما تمطش معاكي وما تاخدش وقت معاكي وتطلع جميله. حطيت الكبده زي ما انتم شايفين في زيت سخن كده، وببدا احركها اوزعها، مش عايزه اقلب فيها كتير عشان ما تنزلش الميه بتاعتها. حركي بس الكبده كده. ولو وصلت لحد هنا فضلا وليس امرا يا ريت تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب عشان قناتي تكبر بيكم ويوصل لكم مني كل جديد. طبعا في الوقت ده انا بحمر الكبده بتاعتي. كنت محضره عندي هنا طبعا عشان خاطر الدقه بتاعه الكبده معلقه من الثوم، على فلفل ضربتهم في الكبه مع بعض، على معلقتين من الخل، على قرن فلفل سبايسي قطعته، على عصره ليمونه. كل دي الحاجات اللي انتوا شايفينها دي هنزل عليهم بمعلقه صغيره من الثوم. عندي هنا بهارات طبعا محبشه كده مع بعضها، وعندي هنا ملح وفلفل اسود. البهارات المحبشه اللي عندي هي عباره عن شطه وبرده كزبره وكمون وفلفل وملح، مش حاجه يعني صعبه ولا حاجه، ممكن تستغنى عنها. الكبده بتاعتي اتحمرت واستوت كده تمام قوي. هنزل بقى بالخلطه الجميله بتاعتي دي واديها لفه كده مع الكبده مع سخونيه الزيت، هتخليها لك بقى الريحه واصله لسبع جار، والطعم مش عايزه اقول لك حاجه كده تحفه، هتعجبك جدا يعني، وهتبهرك وتبهر ولادك. طيب انا دلوقتي عايزه الكبده بتاعتي، لو حد عنده انيميا او الهيموجلوبين قليل عنده، الليمون ده طبعا فيتامين سي، بيخلي جسمك يمتص الحديد اللي في الكبده، بيساعد جسمك ان هو يمتص الحديد اللي موجود في الكبده. يبقى احنا كده عشان نخلي الكبده كده جميله لازم عصره الليمون. الاضافه اللي ممكن تخلي لي الكبده برضو غنيه جدا بالفيتامينات والزنك والحاجات دي لاطفالنا، فلفل احمر اخضر اصفر اللي موجود عندك مع قرن فلفل سبايسي تمام. كبده استوت عندي، هرمي عليهم شويه الفلفل اللي انا مقطعاهم، والتقطيعه براحتك انت، مكعبات جوليان زي ما انت عايزه. انا عايزه الفلفل حي. يعني ايه حي؟ حي ايه بيلعب يعني ولا ايه؟ لا، حي يعني لسه مش مستوي، ما تخليهوش يتهري كده في الكبده، انا عايزاه كده ايه، ماسك نفسه كده، يا دوب نديله بس تقلبتين زي ما شفتوا كده، وهقفل عليها النار دلوقتي على طول كده، ويلا بينا نقدمها بطريقتين اروع من بعض. طبعا عيش فينو تمام شغال زي السندوتشات بره، ونحط الفلفل كده ويتوه في قلب الكبده، وولادنا تاكل كده وتتبسط. مع خيار طبعا، عشان انا عارفه كل الاطفال بتبقى مقرفه شويه في الاكل، مع الطحينه بتاعتنا، وبنحط الطحينه بقى بحب، ونحط طحينه كتير مش زي المحلات. طبعا انا بحب على الكبده بصراحه او معاها جرجير، بس ولادي مش بيحبوا يعني، هما بيقعدوا يتريقوا عليا، مع ان هما موتريني ومش صابرين، ريحه الكبده مجنناهم. هنقدمها بنفس الطريقه دي كده، وكل واحد الاكل اذواق، يقدم زي ما هو عاوز، بس الفكره ان احنا بنحاول نضيف حاجات هما مش بياكلوها تمام. ممكن نقدمها في عيش فينو، ممكن نقدمها في العيش البلدي تمام قوي، ممكن على فكره تعمليها تاكلها مع مكرونه تحفه شغال يعني. هنا طبعا جوفت الرغيف او عملته زي المركب كده، او زي ما تقولوا يعني، واملي كبده بقى يا قمر كده، وكلي بقى واستمتعي، وادعميني باللايك كده عشان يوصلك كل جديد مني وقناتي تكبر بيكي. وانا بشكر كل حبايبي اللي بيكتبوا لي كومنتات، صراحه بتسعدني، شكرا ليهم جميعا اللي بيدعموني، شكرا لحبايب قلبي. هنقدمها كده بنفس الطريقه، وهحط الطحينه بقى براحتي واظبط اكلي يعني، بصوا، واهتم كده بالاكل كده مع الخيار بقى زي ما قلت لكم، مع عصره ليمونه، مع جرجير، مع قرن فلفل سبايسي كده، هتبقى جميل. الطريقه التانية اللي احنا هنقدم بيها، لو عندك بطاطستين اسلقيهم
اسلقي البطاطس كده واهرسيها وحمري فص توم او حطيه ني زي ما هو مع عود شبت مع حبه ملح حبه فلفل بهاراتك، واعمليها في سرفيس كده، وانزلي بباقي الكبده بقى مع شويه الزيوت اللي نازله من الكبده. مش عايزه اقولك قدمي الطريقه دي تحفه، وفي نفس الوقت اكله مشبعه. يعني مش بنقدم كده وخلاص، لا دي في نفس الوقت هتاكلي السندوتشات وهتاكلي الكبده دي. مش عايزه اقول لكم الكميه دي قد ايه، والله مش كتيره، واكلنا الحمد لله وشبعنا ويمكن فاض مننا كمان. بصوا شايفين طريقه التقديم، وشايفين بقى حبه الزيت اللي نازلين دول بقى مع الكبده ولا اروع. يلا كده اللايك لو ما حطيتوش اللايك، ادعموني عشان قناتي تكبر بيكم، والعين بتاكل قبل البق. اي عود بقى بقدونس شبت عندك زيني الدنيا كده كانك في مطعم كده، وظبطي لولادك كده. مش عايزه اقول لكم هم موتريني يعني. وانتظروني ان شاء الله في فيديوهات قادمه، سواء كانت جولات او وصفات ان شاء الله تنال اعجابكم. واعملوا الحاجات دي على دخلة المدارس، وغزوا اطفالنا كده عشان يبقوا كويسين ويقدروا يركزوا. ايه رايكم في الوصفه الجميله دي؟ ولو حد حابب اي وصفه يقول لي في الكومنتات. مع السلامه، باي باي.